طبعا الزمالك عنده ماتش يوم السبت مع الترجي، فلازم الماتش دوت الزمالك يكسب. لازم تجيب الثلاث نقط بتوع الماتش، لان انت لو اتعادلت في الماتش دوت انت نسبة انك تصعد من المجموعات تبقى صعبة فشخ. انت لو يعني مثلا لو ما كسبتش 80% انت بره، انت بره البطولة كده. فانت لازم تكسب الماتش ده، لازم بأي حاجة تكسب الماتش ده، ما تتنزلش عن الثلاث نقط. طبعا انت هتلعب هناك في رادس زي ما انت عارف اللي هو في تونس يعني. فانت لازم الماتش ده لازم فريرا ينظم الخطه، اللي هو بمعنى ايه، لازم فريرا يقسم الماتش على مراحل. انا مش عايز انزل الماتش انا ماسك الكرة وبهاجم وبجازف وورايا انا سايب شوارع، ده ما مش هينفع. ما ممكن بهاجم المرتده يضربوك، كل سنه وأنت طيب كده. لا، انا عايز وقت ما انا بهاجم في نفس الوقت اكون مأمن ظهري. اللي هو بمعنى ايه، اختار جودة لعيبة ورا انا متمكن منها، وان انا وانا بهاجم هتعرف تأمن لي ظهري، وتعرف تكون واقفة على رجليه. وفي نفس الوقت اختار لعيبة قدام تعرف تخلص لي. ما انا مش فرحتي عمال اهاجم واللعيبه ما بتعملش حاجه، انا ماسك الكرة واستحواذ سلبي، انا مش عايز كده. يا عم امسك الكرة مثلا، هم سيب لهم الاستحواذ بس انت اعرف تاخد اللي انت عايزه من الماتش. الماتش ده لازم الخطه اللي تبدا بها فريرا هي اللي فنش بها الدوري اللي فات، واللي بدا يلعب بقى الماتشات دي، لا 3 4 3. في الجون طبعا انا صبحي او عواد يقف، ده مش قصتي، اي حد يقف انا ما عنديش خلاف معاه. بس لازم الثلاثه اللي يلعبوا ورا، لازم الونش والمسلوسي وحسام عبد المجيد. الثلاثه دول انهم مع بعض الموسم اللي فات وكانوا هايلين ما شاء الله. جه الموسم ده الونش اتصاب والمسلوسي اتصاب، فبقى عندك حسام عبد المجيد بس لعبت جنبه الزناري وعبد الغني، والاثنين اسبل من بعض. حاليا لا، الونش جاهز، انا سمعت ان هو جاهز، فلو جاهز لازم أن يبدا. والمسلوسي نفس النظام. المسلوسي عنده غلطات، وحسام عبد المجيد عنده غلطات، بس مش هيبقوا اوسخ من الزناري وعبد الغني. تمام. الباكين بقى احمد فتوح وسيد نيمار، انا مش عايز عمر جابر. سيد نيمار في الهجوم جامد، في الدفاع مش قد كده، بس انت حطيت وراه المسلوسي. يعني وقت ما الكره تكون معانا المسلوسي كانه بيلعب باك، الكره معاهم سيد نيمار بيقابل قبل المسلوسي بيكون في ظهره. نقطة ضعف المسلوسي انك تدخله واحد على واحد، فانت حميته بسيد نيمار وفي نفس الوقت حميت ظهر سيد نيمار بالمسلوسي. فالاثنين بيصلحوا مع بعض، وشفنا ده الموسم اللي فات. نيجي بقى لاحمد فتوح. احمد فتوح طبعا واحد من اعمده الزمالك اللي كان بيعتمد عليها في الموسم دوت. بس منه لله بقى القصه بتاعته اللي هو اللي خلانا نخسره كذا ماتش، يعني الحمد لله ان هو رجع تاني. فالاتنين دول فلازم تلعب بسيد نيمار وفتوح. في حاجه كمان على سيد نيمار، ان انت، انا عمري ما شفت باك ما بيعرفش يرفع. على مدار تشجيع للزمالك كل الباكات اللي جت ما بتعرفش ترفع، وده مصيبه والله. ما ينفعش ان انا اعمل مثلا الاوفرلاب اللي مثلا زيزو معاه الكوره اهوت، فسيد نيمار بيطلع له عشان يلعب له الكوره، يقوم سيد نيمار يلعبها في 12 اي حاجه، انت كده بتنهي الهجمه اصلا. يا عم ما ترفعليش، العبها لي على الارض بس. شوف يعني، شوف لاعب تلعبها له، ما تلعبلهاش في 18 وخلاص ويا فرحتي عملت عرضيه. ده مفيش باك، مفيش اصلا. يعني مش عايز اقول وينج، بس مفيش باك ما بيعرفش يرفع او ما بيعرفش يعمل عرضيه. ده مصيبه يعني يا سيد، المفروض تتدرب عليها. ونص الملعب بقى انا عايز اتنين يلعب في نص الملعب اللي هو دونجا، ولو بالحاج متأيد بالحاج يلعب مكان سيف جعفر. سيف جعفر وبالحاج انا بحسهم نفس الستايل، طبعا ما اتفرجتش على بالحاج مع الزمالك بس شفته مع اسوان. فانا بحسه نفس الستايل، هما الاثنين اللي هما ايه، هما الاثنين الكره في رجلهم سهله، بيعرفوا يطلعوا بالكره لقدام، وبيعرفوا ينقلوا الملعب لقدام في التحولات الهجوميه، الكره سريعه وبيشوطوا على الجون وبيروحوا وبيخشوا ال 18 وبيكملوا. هما الاتنين نفس الستايل، بس انا عايز بالحاج يلعب، بالحاج اكبر من سيف واكيد هيكون عنده خبره، لعب في كذا نادي فهيكون عنده خبره اكتر من سيف. فلو بالحاج متأيد يلعب بالحاج ودونجا. طبعا انت ما ينفعش تلعب من غير نمر 6، لازم تلعب بتفندر. فانا اخترت دونجا. دونجا في اوحش حالاته احلى من السيسي وروقه. دونجا مش قد كده بس عادي، لعبها قبل كده مع بيراميدز ولعبها معاك انت كمان. مش قد كده بس بتطور، كل مدى بتطور. وحتى وهو وحش اوحش من السيسي، احلى من السيسي وعبد الغني، عبد الغني مين وروقه. فلازما دونجا يلعب نمرة 6. نيجي بقى للوينجين، انا عايز زيزو طبعا ماشي مش هنختلف عليه، ويوسف عثمان ابيه زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان يوسف عثمان ابيه طبعا اتكلمت عليه باستفاضه، فهو احلى من شلبي ومن اي حد تاني. قدام بقى انا عايز نضاي. ما تلعبليش سيف الجزيري، انا زي ما وضحت مهمته مع الزمالك انه بيمسك الكره يحجز عليها، ويا فرحتي بعمل ايه كده، ما بعرفش اعمل حاجه بيها. فانا مش عايز، أنا عايز نضاي. عايز اعرف اللاعب ده حلو ولا وحش، ما لعبش معايا ماتش او دقايق كافيه ان انا اقيمه، كل ما بينزل في اخر دقيقتين، فانا مش هقدر احكم عليه، هبقى بظلمه والله. فانا عايز يا عم، انا عايز لاعب احكم عليه. انا عايز يعني عايز اشوف نضاي بقى الماتش ده هيكون فيه مساحات، اكيد هيكون فيه مساحات. والماتش ده نضاي انا سمعت ان هو بيجري وسريع وكده، فنسبه تألقه في الماتش ده ممكن تكون احلى.
فانا عايز نضاي يلعب الماتش ده ويلعب مهاجم ما يلعبش وينج. خلينا نحكم عليه بقى نشوف هل هو جاي يعني مثلا. في فرق من انني مش موفق وانني ما فيش اصلا ابيض زي الجزيري كده. لا انا عايز نحكم عليه بقى بس. وحتى مثلا لو الونش مش جاهز لعب لي محمود شبانه. محمود شبانه لو متأيد لعب لي محمود شبانه هو كمان زي بالحاج يعني. لو متأيد زي بالحاج لعب محمود شبانه بدل الونش. او المسلوسي مش مصاب مثلا لعب محمود شبانه. انا شايف محمود شبانه برضو احلى من الزناري وعبد الغني.